الناجح نفضل نحاربه عشان نفشله. عكس الناس بره، الناس بره بتفضل تساعد الفاشل لغايه ما ينجح. من امتى يا جماعه محمد صلاح كان متخاذل او ما كانش عايز يلعب مع المنتخب او كان بيجي مش عايز يعوز رجله او كل الكلام التافه اللي الناس بتقوله ده؟ محمد صلاح كان معانا في المنتخب وقت ما كان معانا شويه معاتيه في المنتخب. فاكرين المنتخب بتاعنا بتاع 2013 و2014 ايام ما كان معانا الاثنين الفراوده بتوعنا احمد جعفر واحمد بلال والبلاي ميكر بتاعهم احمد تمساح. ما كانش فيه غيرنا، ما كانش فيه غير محمد صلاح هو اللي في المنتخب، وكان الراجل شايلنا وكان بيلعب 60% من الاهداف اللي احرزها المنتخب صناعه واهداف محمد صلاح هو اللي مشارك فيها يا جماعه. محمد صلاح كان وحش في الماتش بتاع غانا، كان وحش في الماتش بتاع غانا، بس ما نذبحوش يا جدعان. يعني احنا عندنا اسطوره زي ده مفيش حد فيهم نقط، انا معاكم في ده، بس برضو الراجل في ماتش ما كانش كويس في الماتش، انما بقى الراجل مش عايز يلعب، الراجل مش عايز يسيب نفسه، الراجل مش عايز الكلام الخايب اللي كلنا بنقولوه ده او الناس طالعه مندسه ان هي تقوله. ليه يا جدعان؟ عشان ايه ده كله يعني؟ عشان الراجل ده ناجح فكلنا حاقدين عليه؟